معانا كده. في مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة في 3 وسائل: هدم الأسرة، هدم التعليم، إسقاط القدوة. كي تهدم أسرة عليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل بوصفها ربة منزل. وكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع، قلل من مكانته حتى يحتقره طلابه. وكي تسقط القدوات عليك بالعلماء والمفكرين، اطعن فيهم، قلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يسمع ولا يقتدي بهم أحد. فإذا اختفت الأم الواعية واختفى المعلم المخلص وسقطت القدوة، فمن يربي النشء على القيم؟ ازاي الحال بقى؟ مش ده بالنص اللي حصل عندنا فعلا؟ فعلا ده اللي بيحصل يا استاذ محمد، هو ده اللي بيحصل دلوقتي حرفيا. احنا بنعمل فيه دلوقتي، بنقلل من قيمته وبنطعن فيه، ولا لا؟ واحدة ملهاش 30 لازمة، حشرة زي ما قالت استاذة داليا، حرفيا حشرة ولا ليها لازمة، قبضة ومحطوط لها سيناريو معين. حرفيا كل ما اعرفش، زي ما يكون سيناريو متوزع على الكل. عارفين لما يكون حد عارف ثغرة معينة في شخص وموزع السيناريو عشان يتكلم بيه على كل اللي تبعه، تمام؟ السيناريو ده متوزع على الكل. حرفيا ما لقيتش حد الا وبيتكلم بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبيتكلم على نفس الموضوع او نفس العيب او نفس الثغره، وكانه سيناريو مكتوب سكريبت كده متوزع بالحرف. طب يا اغبياء حتى فرقوا، يعني نقوا حاجات تانية او اختاروا حاجات تانية او انتقدوا حاجات تانية. ما تنتقدوش نفس الافلام او الاوضاع او الكلام او اي حاجه، اختلفوا عن بعض. عارفين فيلم غبي منه فيه؟ يعني اللي هو اوعى حد يعرف ان احنا مع بعض، اثبتوا ده. لا، انتوا بتثبتوا لنا ان انتوا لوكش على بعضكم، تمام؟ كلكم جماعه كده مجمعين، زي ما عارفين اللجان الالكترونيه اللي بتبقى خلاص هي عارفه ان هي طالعه عشان تعمل هدف معين. صحصحوا، لازم تقف وقفه صح، وقفه مظبوطه. احنا كده بنهدم مجتمع، احنا بنطعن في معلم، بنطعن حرفيا في استاذ قدير له مستواه وله قدره الاجتماعي والمهني والثقافي في وسطنا. يا جماعه اقفوا وقفه صح، الناس دي لازم يتحط لها خط احمر. القناه دي ما ينفعش حد يشوفها تاني، لا في رمضان ولا غير رمضان، ولا رامز ولا قصص رامز. اوعوا تنسوا لمجرد ان عدى على الموضوع وقت او ترند وخلص. خلوا القضيه ماده مش ترند.